يا مساء الفل عليكم يا حلوين. تعالوا بقى، انا جايه لكم كده سقعانه ومتكتكه بكوبايه الشاي بلبن بتاعتي. وعملت بقى صينيه بسيسه، يا خبر ابيض، كيكه الذره يا جماعه. تعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي. جبت بقى الخلاط، نزلت بخمس بيضات ومعلقه كبيره من الخل، نص معلقه صغيره من الفانيليا البودر. تمام كده. وكمان نزلت عليها بكوبايه من الزيت وكوبايه من اللبن. تمام. وهنضيف كمان كوبايه من السكر، ونقدر كمان نزود السكر لحد كوبايه ونص على حسب الرغبة. تمام. انا بالنسبة لي كده كان سكرها مظبوط جدا. هضربهم بقى لمدة 5 دقايق بالشكل ده متصل. لحد بقى تعالوا نجهز مع بعض المكونات الجافة. اول حاجة جبت بقى كوباية من الدقيق، كل دي بالاكواب المعيارية. تمام. طبعا بداية ما نشتغل على الكيك، مسخنين الفرن على درجة حرارة 180. تمام. معايا كمان كوبايتين من دقيق الذرة، تقدري تجيبيه من اي سوبر ماركت او كمان من العطار. تمام كده. هنخل برضو كل المكونات دي، الدقيق الذرة والدقيق العادي. يبقى كوباية من الدقيق الأبيض وكوبايتين من دقيق الذرة. تمام كده. بعد بقى ما نخلتهم وظبطتهم كويس جدا، هبتدي انزل عليهم بكيس من البيكنج باودر او كيك شيف. مفيش يعني ده متاح، لو متاح عندك استخدميه او ده استخدميه. وكمان نزلت بربع معلقة صغيرة من الملح. تمام كده، رشه من الملح كده بسيطه. ابتديت بعد ما ضربت بقى الخليط كويس جدا، هنزل عليه بقى على المكونات الجافه واقلب بالراحه. تمام. الكيكه دي مفيده جدا جدا، وقيمتها الغذائيه عاليه. وسهله وسريعه وطعمها حلو قوي، مش هتاخد منك وقت. كل المكونات كلها نعملها في الخلاط وسهله وسريعه. هنا بقى جهزت الصينيه بتاعتي، دهنتها دهنه بسيطه من الزيت ونزلت عليها بخليط الكيك كله. وهبتدي بقى طبعا اجهز. طبعا كل ده انا مجهزه الفرن ومسخناه كويس جدا، درجه حراره 180. تمام كده. هتقعد معايا بالظبط نص ساعه. نص ساعه وهتطلع معايا بالجمال ده. مش قادرة اقول لكم على جمالها بعد ما خرجت من الفرن. وريحتها طعمها حلو قوي قوي. هتعجبكم وجربوها. والطريقة سهلة وسريعة، وكلها بتتضرب في الخلاط، مش هتاخد منك وقت خالص. تمام كده. تعالوا بقى نقطعها كده مع بعض ونشوف قد ايه طرية وجميلة. تعالوا بقى، تطلع معاكي على طول. بصوا، مش قادرة اقول لكم على جمالها. بألف هنا وشفا على قلوبكم. يلا جربوا الطريقة، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، وصفة جديدة. بتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. باي باي.